السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العين وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشوني جدا جدا، يا رب اشوفكم في احسن صحة واحسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. معانا بقى هنا كده حتتين ريش ضاني، هنعملهم بطريقة سهلة كده وبسيطة، هتعجبكم قوي وجربوها. حابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها وقولي لي في التعليقات. حبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى عندي ملح وفلفل اسود وورق لوري وحبان مطحونين على بعض، وعندي بهارات مشاوي. هتبل بقى الريش كده. من ناحيتين هسيبها شويه في التتبيله. حطيت جريل على النار وهنزل كده في فصين مستكه. المستكه بقى تسيح والجريلا تسخن. المستكه بقى ساحت، انزل من الناحيه اللي فيها الدهن. هنا بقى قلبت الريش على الجنب التاني كده، خدت لون اهي. اقلب فيها بقى على الجنبين كده وارجع لها. هنا بقى خدت بقى تشويحة معتبر على الجنبين، لما خدت اللون ده واللسعة الحلوة دي على الجريلا. عندي بقى هنا مية، حبة مية مغليين، انزل كده بحاجة بسيطة. وغطي عليها ووطي جدا عشان بعمل رز. كل ما تشرب الميه احط لها لحد ما تستوي.
كده بقى طبق الريش بتاعنا اهو. استوى واللحمه دايبه كده دوب اهي. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، واتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي، واللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، وتحياتي من قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تبخلوش عليا بقى باللايك.